ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. مالك يا واد يا تيفا؟ قاعد مسهم كده ليه؟ انت ابوك قالك ايه؟ نرجس، عشان خاطري أنا مش قادر. واد انت، انا اختك الكبيرة، مش متعلمة زيك لكن بحس، وانا حاسة بيك متقدر وعلى اخرك. فضفض معايا يا اخويا. ربنا عالم انتي مش أختي وبس، انتي أمي، بس أنا فعلا مش قادر أتكلم. انا عارفة انت مش قادر تنساها ولا تنسى اللي حصل. أنا هقوم واسيبلك المكان كله. اخس عليك لا انت، فاكرني مش حاسة بيك وإن اللي انت شفته محدش يقدر يتحمله؟ بس ده قدر ونصيب يا تيفا، وما كانش في إيدك حاجة تعملها. بس يا نرجس، أنا دمرت حياتها، دي الحقيقة اللي محدش هيقولها. أولاً اتفضل، دي بطاقة الرقم القومي بتاعتك. ألف مبروك. مش فاهم. أنا ما طلعتش بطاقة، إزاي ده حصل؟ طلعت وخلاص. آدم محمد المصري. انت عارف يا آدم إن في فاعل خير متولي مسؤوليتك من وانت رضيع، من وقت ما دخلت الملجأ. احنا ما نقدرش نطلع بياناته عشان دي رغبته. أنا عارف ده، وعارف إنه صمم أدخل مدرسة خاصة مش حكومة وتكفل بكل مصاريفها. وكمان قدم لك في كلية جديدة للحاسبات في جامعة خاصة في التجمع. ومش بس كده، هو أجر لك شقة باسمك عشان تستقل بحياتك بعيد عن الملجأ، وكمان فتح لك حساب في البنك، وكل شهر هتلاقي مصروفك محطوط فيه. أنا مش فاهم، الراجل ده أبويا مثلا ومستعر مني؟ طب ليه؟ ولو هو أبويا وبيصرف عليا ده كله، ما تربيتش في حضنه ليه بدل الملجأ؟ ولو مش أبويا بيساعدني ليه؟ أنا هتجنن، وآخرتها إيه؟ اسم مستعار من غير أصل ولا نسب، ابن حرام في النهاية. يا حبيبي اهدى كده، أكيد هيجي اليوم وتعرف الحقيقة. أنا اللي أعرفه قلته لك. ولو قلت لأ؟ إيه؟ مع السلامة يا سارة، أشوف وشك بخير. الله يسلمك يا ندى، توصلي بالسلامة. أنا بس عايزة أقولك، اللي حصل معايا هيحصل مع غيري، ولو أنا سكت فغيري مش هيسكت. فنصيحتي ليكي، الحقي نفسك وعيالك. اللي حصل ده كان غلطة، وعارفة إنها مش هتتكرر. أنا قلتلك اللي يرضي ضميري، وانتي حرة، انكري زي ما انتي عايزة. إيه اللي بتلبسيه على راسك ده؟ أنا اتحجبت يا سارة. سلام يا بنت أمي وأبويا. أنا نفسي أفهم إيه الكلية اللي أنتي قدمتي فيها دي؟ حوسبة وكمبيوتر إيه؟ ده أنا قلت هتدخلي تربية رياضية.
انتي عبيطة يا جنى. تصدقي صاحبتي بس متخلفة عقلياً. الله يسامحك يا تاليا، بقى أنا متخلفة؟ يس متخلفة. طيب فهميني يا عبقرين وزمانك. ده كان حلم أمي يا جنى، كانت دايما شايفاني عبقرين وزي ما بتقولي. أنا عارفة إني مش حلوة وشكلي زي الولاد، وعمري ما سلمت من تريقتهم، وأنا على طول ماسكة كتاب وبنضارتي دي. لكن أمي كانت دايما في ظهري، سندي يا جنى، وده كان حلمها، فمش معنى إنها مشيت إني مش هحققه. الله يرحمها طنط، كانت أحن وكنت بحبها زي أمي والله. بس أنا أول مرة أعرف ده يا بنت. انتي طالع عندك أسرار وبتخبيها على صاحبتك الوحيدة في الدنيا. ما هو من نكد الدنيا إنك أنتي صاحبتي الوحيدة. المهم هقولك على السر اللي بجد. مامي كانت عاملة حساب باسمي، بتحوش ليا فيه مصاريف الدراسة من وأنا صغيرة، وحتى المستر موافي ما كانش يعرف عنه حاجة، وهو نفع ودفعت بيه مصاريف الكلية وما احتجتلهوش في حاجة. أنا مش فاهمة، انتي قلبتي على أبوكي كده ليه؟ عشان اتجوز يعني بعد وفاة طنط؟ لا، ده موضوع كبير قوي قوي يا جنى. مع السلامة يا تيف، مع السلامة يا أخويا، توصل بالسلامة. في ايه يا نرجس؟ هو انا مهاجر؟ ايه الافواره دي؟ تصدق إنك غلس. طيب ما تزعليش، ادي راسك ابوسها. العذرة تحميك يا أخويا وتنصرك. يلا يا درويش انجز، لو فضلنا واقفين القطر هيفوتنا ونرجس مش هتبطل. والعذرة غلس. ما تضايقش نفسك يا عبد حميد يا ابني. يرضيك اللي بيحصل فيا ده يا عم صديق؟ أنا سواق مع جدتك من وقت ما والدتك كانت في سنك كده، ويمكن أصغر كمان، وعارف إن طبعها صعب. أنا محتاج أفهم، واللي بيحصل لي ده كتير. أنا هحاول أحكي لك، يمكن ده يفسر لك اللي بيحصل. يا ريت يا عم صديق، يا ريت. انت بتقول ايه يا آدم؟ انت عايز ترفض فرصة عمرك؟ أنا بحاول أفهم، هل ليا حرية الاختيار ولا كل حاجة هتفضل مفروضة عليا؟ هو اختار لك نفس التخصص بس في جامعة خاصة، أفضل وأحسن يعني. وبعدين ما انت خلاص كده ولا كده هتسيب الملجأ وتشوف حياتك، فدي فرصتك تبدأ وتكبر وتبني ليك حياة. وهو في حياة للقيط ابن حرام؟ بلاش نضحك على نفسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت قلبها دراما ليه؟ فين آدم اللي بيضحك وبيفرفش الكل؟ وديته فين وأنا مسافرة؟ اعترف. حقك عليا يا مس سعاد، ربنا يخليكي ليا. أنا هسحب الملف وأروح الكلية الجديدة أقدمه. حاضر. وهتلاقي كل حاجة هناك جاهزة ومترتبة، وربنا يكتب لك الخير يا ابني. ايه رأيك في الشقة يا تيفا؟ هي دي شقة برضو يا درويش، أعمل فيك إيه؟ دي علبة كبريت. ما هي على قد الفلوس اللي أبوك سمح بيها، وبعدين هو أنت هتعوز إيه غير مطبخ وحمام وأوضة نوم وصالة حلوة وشرحة؟ فوق السطوح يا درويش، فوق السطوح، يعني هسيح في الحر. ما هي دي ما فاتتنيش، بكرة هركب تكييف يخليها جنة وعلى البحر كمان. ماشي يا درويش، بص بقى عشان نتفق. خير يا تيفا؟ أي حاجة هتشوفها أو تسمعها تحصل هنا في اليوم الأسود اللي هشوفك فيه كل أول شهر، لو عرفت إنك بلغت الحاج بيه هنفخك. عيب يا تيفا، تصدق زعلتني، وأنا من إمتى قلت حاجة؟ درويش هنفخك. خلاص بقى، عموما هبقى أكلمك على الموبايل أقولك إني جاي. حلو كده؟ كده انت حبيبي. يلا انزل شوف لنا حاجة ناكلها عقبال ما افضي الشنط واروق الروف جاردن الجنة. عينيا. ألو، أيوة يا سارة، وصلت البيت ماما وبابا الله يرحمهم. طيب هتكلميني كل يوم؟
ها؟ خليها بظروفها يا سارة. وقت الفترة اللي جاية ضيق، لسه هنضف الشقة اللي مقفولة بقالها سنين والكلية هتبدأ. سيبيني أفصل شوية وما تقلقيش، هنا أكيد مش هيحصل لي حاجة. باي يا سارة. ليه أنا يا رب؟ ليه؟ بس أنا مش هسيب حقي، والله ما هسيب حقي. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل. في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل. احنا مع